يا مالك الملك في الدنيا ويوم القيامة أخفف مصابي وأحزاني وكل المرارة في عصر يوم الثلاثاء والشوم جاني اتصال آخر محرم حرام قلبي وزاد انشطاره يوم قال جار العزيز يا ناصر الدهر جار والموت شل أمك الغوالي ونفذ قراره والموت شل أمك الغوالي ونفذ قراره. شيله مرثية من كلمات ناصر هلال الشرفي وذا بعد وفاة أمه وأبيه رحمة الله تغشاهم وأسكنهم فسيح جنته يعزي فيها نفسه ويعزي أخيه عدنان ويعزي خواته وجيرانه وأقاربه وآل الشرفي عامة المحويت ملحان عزلة القبلة الشرفي قرية الشيخ أدهم رحمة الله تغشاه وأسكنه فسيح جنته إشراف عام أبو هاني المقدشي وأنور الوصابي أداء الشاعر حميد المقدشي هندسة وإخراج المهندس هشام الكومان. مع تحيات تسجيلات الكوماني. يا مالك الملك في الدنيا ويوم القيامة أخفف مصابي وأحزاني وكل المرارة في عصر يوم الثلاثاء والشوم جاني اتصال آخر محرم حرام قلبي وزاد انشطاره يوم قال جار العزيز يا ناصر الدهر جار والموت شل أمك الغوالي ونفذ قراره مزق فؤادي اتصاله مثل طعن النصال وخانني كل صبري والثبات والشطارة. وصحت وغارته يا رب والدم سال وجريت ودياني من عويني عظيم الغزارة يقول ناصر هلال يا رب ماذا الخبر شليت أمي وأحرى وقت الفؤاد في خواته أمي ويا الغالية ناصر بغيرك نحاول يهنى لها العيشة ويا ودري بليله نهاره شبكيك يا أم هازمة وأني وأبكي الجبال واسكب دموعي لها بنواره شديد الحرارة. يما لو تبصري عودنا ناخي كيف صار كالطفل هايم على وجهه ويبكي القهار يما هي كبشان عود والبيت فاضي وخال من شاي يقبل نواصينا ويمسح غباره كالعادي قلبي جرح من يوم بي عنه مال واليوم يمه محال قلبي يراعي جباره موتك صعب كل شرية وعني وقلبه اهتمال ما عاد يذوق بعد ما تشغير طعم الخسارة. يا رب أرجوك رجاء غايتي والمنالة ارحم برحماك أبي وأمي وأكرم جواره الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جنته.